السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة تصويب ما بين القوسين. أول سؤال عندنا when you space وجايب لي take بين قوسين a speech. It's natural to feel nervous. طبعا when you give a speech عندما تلقي خطبة أو كلمة يبقى give a speech. من الطبيعي أن أنت تشعر بتوتر. I was used to smoking in the past. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان used to دايما بيجي بعدها المصدر. طب ليه احنا جبنا ing هنا؟ لان جاي بعدها قبلها verb to be was او were او am او is او are. اي verb to be يجي قبل used to على طول بستخدم بعدها الverb في الجيرند او ing. طيب ومعناها ايه؟ معناها ان هو كان معتاد طالما في الماضي كده I was used to smoking، كنت متعود ان انا ادخن في الماضي. Dad allowed me to go. طبعا verb allow بيجي بعدين المفعول ثم to زائد المصدر. في عندنا let لو نفتكر كان بيجي بعدها المفعول let me go على طول من غير to، لكن allow بيجي بعدها to زائد المصدر من الفعل. بنبارك لكل احبتنا اللي اجابوا اجابات صحيحه عن ال3 اسئله معا. وتعالوا مع بعض ندخل لوحه الشرف للقناه، وهنبدأ بتكريم أول طالبة قامت بالتعليق بالإجابة الصحيحة، وهي الطالبة سلمى ياسر فتحي من الشرقية. الطالبة ياسمين طه من أسيوط. مها محمد. لؤي علاء عبد الجيد من المنوفية. ملك محمد الجندي من كفر الشيخ. سارة البيالي. بدر رجب الصباغ من القليوبية. نورهان شعبان. ألف مبروك ليكوا أحبتنا، ودعواتنا ليكوا يا رب بدوام التفوق بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي، هو عبارة عن امتحان متوقع رقم 3 من القناة على الترم الثاني. إن شاء الله هسيب لكم أسفل الفيديو جميع الامتحانات المتوقعة لهذا العام والعام السابق، كمان امتحانات ومراجعات الوحدات كلها هسيبها لكم أسفل الفيديو للي حابب إن هو يطلع عليها. هتلاقيه اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوها في التعليقات. وكمان هسيب لكم رابط تحميل مذكره الباراجرافات المتوقعه للترم الثاني ان شاء الله للصف الثالث الاعدادي، في مجموعه باراجرافات كده متوقعه هسيبها لكم اسفل الفيديو. الملزمه بتاعتها هتلاقوها اسفل الفيديو للي حابب ان هو يحملها. وبفكركم احبتي لو دي اول زياره لكم للقناه، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز او الاشعارات بتاعتنا اولا باول. وخليكم معانا لنهايه الفيديو علشان تستفيدوا من الاسئله اللي هنحلها مع بعض، وكمان علشان تجاوبوا عن الكويز اللي موجود في نهايه الفيديو. في نصيحه مني ليكم احبتي، عايزين نطبق حاجه في امتحاننا النهارده وهي التقييم الذاتي، وهي ان كل واحد فينا او كل واحده فينا يدي لنفسه او تدي لنفسها درجات في اخر الامتحان. يعني هنختبر نفسنا بنفسنا، هنوقف الفيديو قبل ما انا اجاوب وتشوف لو اجابتك او اجابتك زي اجابتي يبقى اللي خدنا الدرجه النهائيه في السؤال ده، ولو اجابتك مختلفه تعرف هي مختلفه ليه، ويبقى انت اخفقت لا قدر الله في السؤال ده. تحاول ان انت تتعلم من اخطائك في الامتحانات القادمه باذن الله. ونبدا امتحاننا باول سؤال عندنا، هو سؤال الديالوج. ديالوج بين خالد and his sister نهى، وبيتكلموا عن are talking about دكتور فاروق الباز. خالد بيسأل أخته نهى بيقول لها what are you doing نهى؟ بتعملي إيه يا نهى؟ خلي بالك نهى هتقول له أنا بعمل الحاجة الفلانية. طيب تعالوا ننزل تحت كده. what does the article say about him؟ ماذا المقال يقول عنه؟ عن مين؟ عن فاروق الباز. يبقى هي قالت له أنا إيه؟ أيوه أنا أقرأ مقال عن فاروق الباز. هنقولها إزاي بقى؟ تمام I am reading an article about دكتور فاروق الباز. What does the article say about him؟ ماذا يقول المقال عنه؟ فهتقول المقال بيقول عنه كذا. بيقول عنه ايه؟ A famous Egyptian scientist، وعلامة تعجب كده، معنى كده ان نهى قالت له ان هو المقال بيقول ان هو famous Egyptian scientist.
عالم مصري مشهور. يبقى it says أو إنه يقول. خلي بالك هنا السؤال في المضارع what does the article say. نقول it عايد على المقال، says يقول وحطينا له اس المضارع علشان هنا it الفاعل مفرد. it says he is a famous Egyptian scientist. المقال بيقول إن هو عالم مصري مشهور. وبعدين سأل سؤال في رقم 3 كده خالد، فقالت له نهى he works at a university in the USA. هو بيعمل في جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أين هو يعمل؟ أين يعني إيه؟ جميل where، والفعل تحت أهو he works. طالما جايب الفعل في المضارع ومعاه اس المضارع كده يبقى على طول نقول does. يبقى where does الفاعل تالت خانة he، والفعل الأساسي work برجعه لمصدره. where does he work. وبعدين قال سؤال كده خالد فرد عليه قال له sure we all should be proud of him. بالتأكيد كلنا يجب أن نكون فخورين بيه. يبقى صاحبنا خالد سأله سؤال أو سأل سؤال بيقول إيه؟ هل تعتقد إن إحنا كلنا يجب أن نكون فخورين بيه؟ يبقى do you think we all should be proud of him؟ هيقول له نعم sure. أنا عرفت إن هو سؤال بهل لأن جاوب بشور بالطبع. we all should be proud of him. وبعدين قال جملة كده في رقم 5 فقال له I hope that you will be like him one day. أنا أتمنى إن أنت تكون شبهه في يوم من الأيام. يبقى صاحبنا هنا نهى، صاحبتنا نهى قالت إيه؟ أنا أريد أو أنا أرغب أو أنا أتمنى في إن أنا أكون مثله. يبقى I hope to be like him one day. فقال لها I hope that you will be like him one day. السؤال التالي قطعة وعليها بعض الأسئلة. طبعا فراغات أهي، تمام، في فراغات 4 فراغات المفروض هملأهم ب4 كلمات من ال6 اللي مديهم لي فوق. climate change التغير المناخي means بيعني that many countries يعني إن في دول كتير have more floods now بها الكثير من الفيضانات الآن because of بسبب rising sea space بسبب ارتفاع سي ايه. انا هديكم 3 ثواني تفكروا علشان نشوف الاجابات الصحيحه. ايوه سي ليفلز مستويات البحار او البحر. يبقى سي ليفلز، ليفلز هنا معناها مستويات البحر بسبب ارتفاع مستويات المياه او البحر. ما تنسوش طبعا تسيبوا لنا يا جماعه درجاتكم اسفل الفيديو في التعليقات، تكتبوا لنا جبتوا كام في نهايه الامتحان ان شاء الله. most trees معظم الاشجار and plants والنباتات can't live in لا يمكنها ان تعيش فين؟ ايوه sea water في المياه او مياه البحر. معظم النباتات والاشجار ما بتقدرش تعيش في مياه البحر. when sea water عندما مياه البحر comes onto farms تدخل على المزارع. comes onto يعني تدخل على المزارع. the salt الملح in the water في المياه kills the space. kills the ايه؟ ايوه crops يقتل المحصول. الملح ده من كترته بتقتل المحصول. and farmers والفلاحون can't grow anything لا يمكنهم أن يزرعوا أي شيء for many years لمدة سنوات كثيرة. so لذلك people space their farms and their homes لذلك الناس أيوة lose their farms بيخسروا مزارعهم وبيخسروا منازلهم. السؤال اللي بعد كده قطعة وعليها بعض الأسئلة. هنطلع طبعا زي ما بنعمل كل مرة الكلمات الجديدة ونحاول نحفظها. Last week الأسبوع الماضي I watched a documentary. documentary معناها فيلم وثائقي on National Geographic Channel على قناة National Geographic. The program was about البرنامج عن one of the strangest jobs واحدة من أغرب الوظائف. It's about bike catcher's job إنه عن وظيفة ملتقط الدراجات، تمام، ممسك الدراجات أو ملتقط الدراجات. They are بيعرفنا عليهم they are people هم يكونوا أناس who take bikes بياخدوا الدراجات from canals من الترع in Amsterdam في أمستردام a city in Europe وهي مدينة في أوروبا. There are no hills لا يوجد أي تلال. تلال يعني إيه؟
يعني مناطق عالية. in the city في المدينة. so لذلك a lot of people cycle to school and to work. العديد من الناس بيركبوا الدراجات للمدرسة وللعمل. in fact في الواقع 30% people 30% من الناس in أمستردام في مدينة أمستردام travel to work by bike بيسافروا للعمل بالدراجة. The city also has a lot of canals والمدينة أيضا بها الكثير من الترع and some أو القنوات and sometimes وأحيانا the bikes الدراجات fall into the water تقع في داخل المياه. Perhaps this is because there are more bikes in the city than people. ربما لأن يوجد دراجات أكتر في المدينة أكتر من البني آدمين. In the 1960s في العقد السادس من القرن العشرين there were so many bikes كان يوجد العديد من الدراجات in the canals في الترع وفي القنوات that they began to damage the bottom of boats لدرجة إن هم دول عايدة على إيه؟ على البايكس. began to بدأت في إنها damage the bottom of boats تدمر أو تبوظ قاع القوارب. bottom هنا معناها القاع. That is when the job of bike catchers began. هذا عندما بدأت وظيفة ملتقط الدراجات بدأت في الوقت ده. One bike catcher واحد من اللي هم اللي عندهم الوظيفة دي اللي هم ملتقطي الدراجات told me أخبرني that they take إن هم بيلتقطوا أو take بيأخذوا 14,000 bikes 14,000 دراجة out of the canals من القنوات each year كل عام. طيب رقم واحد the job of bike catchers isn't space job. يلا نفكر يا شباب. strange, usual, unusual, difficult. ايوه تمام هي طبعا usual هي الاجابه الصحيحه. في ناس كتير ما خدتش بالها ان في نفي هنا isn't. طالما في نفي هنا هيبقى اجيب عكس اللي موجوده في الجمله. في الجمله موجوده انها واحده من اغرب الوظائف. تمام يبقى انها لا تكون عاديه. مش وظيفه عاديه دي وظيفه غريبه. او عاديه يعني ايه؟ يعني نورمال. ما هياش نورمال دي سترينج غريبه. خلاص عشان كده عشان في نفي. لو ما فيش نفي كنا قلنا سترينج او قلنا unusual. طبعا difficult صعبه. هي ما هي لا تكون صعبه. لا هي وظيفه صعبه بما انها هينزل جوه الميه ويطلع الدراجه فهي وظيفه صعبه. Space percent of people in Amsterdam don't travel to work by bike. خلي بالك من don't هنا. تمام برافو. كل اللي جاوب رقم سي 70% يعني 70% من الناس في امستردام ما بيروحوش العمل بالدراجه. لان هنا قال لي ايه؟ في 30% منهم بيروحوا بالدراجه. هنا بيقول لي 30% من الناس بيسافروا. يبقى يبقى في 70% ما بيسافروش بالدراجه. طيب the underlined pronoun they refers to. تعالوا نرجع كده للضمير they ونشوفوا بيعيدوا على ايه. بيقول لي that's when the job of one of the bike catcher واحد من ملتقطي الدراجات told me that أخبرني أنه they take هم بيأخذوا. هم مين؟ عايد على مين؟ تعالوا نشوف الاختيارات كده. على الهيلز ولا على البايكس ولا على الكانلز ولا على البايك كاتشرز؟ تمام رقم دي إجابة صحيحة. هم ملتقطي الدراجات. طب why do many people cycle to school and work؟ ليه ناس كتيرة بتسوق الدراجات للمدرسة والعمل؟ تعالوا نرجع كده. هنا بيقول لي ايه؟ there are many people who catch اهو there are no hills in the city so لذلك a lot of people cycle to school and to work. يبقى لأن there are no hills. there are no hills. Do you like cycling؟ طبعا ده سؤال من ضمن الأسئلة اللي هي بسميها critical thinking أو التفكير النقدي اللي هي الإجابة بتاعتها ليها علاقة بالقطعة ولكن مش هتلاقيها مباشرة في القطعة. لك هل تحب ركوبة الدراجات؟ ليه؟ لو أنت قلت يس هتقول ليه ولو قلت لا هتقول ليه. طبعا أنا بفضل الإجابة زي ما قلت لكم قبل كده لو حاجة فيها إيجابية
او حاجه كويسه ليك فبفضل الاجابه بيس. هنقول yes I do. نعم انا بحب رياضه ركوب الدراجات. ليه؟ لانها رياضه صحيه. يبقى yes I do because it makes me healthy. لانها بتجعلني بصحه جيده. Summarize the second paragraph. عايز يقول لي لخص السكند باراجراف، الباراجراف الثاني. كان بيقول لي الباراجراف الثاني the city also has a lot of canals and sometimes the bikes fall into the water. الدراجات، وربما لان الدراجات اكتر من البني ادمين هناك فنشأت الايه؟ نشأت وظيفة ملتقط الدراجات. يبقى نقول ايه؟ ظهور الوظيفة بتاعت ملتقط الدراجات. يبقى نقول the appearance، الظهور of bike catchers job، لوظيفة ملتقط الدراجات. طبعا لو حد شايف ان في ممكن نعمل سمرايز تاني اكتبوا لي في التعليقات، او لو شايفين اي اجابة تانية تنفع اكتبوا لي في التعليقات، لان في بعض الاجابات بالفعل بتنفع فيها اكتر من اجابة. As this is the remains of animals or plants that lived in the past. انا عندنا 6 اسئلة، عايزكم تقيموا نفسكم في ال6 اسئلة دول لوحدهم، يعني عايز درجات لتشوز لوحدها. شوف جبنا كام؟ 6 اجابات اجابة صحيحة. يلا نفكر في السؤال الاول كده. ايوه، فوسيل، الحفريه، هي عباره عن بقايا للحيوانات. remains هنا معناها بقايا or plants او النباتات اللي كانت عايشه في الماضي. ناخد بالنا يا جماعه من الاسئله الجديده دي. to form the adjective عشان نكون الصفه from the noun danger، من الايه؟ من الاسم danger. we add the suffix، بنضيف ايه يا اخوانا؟ ايوه رقم سي برضو dangerous، عشان او يو اس عشان تبقى dangerous. you should avoid playing with bad people. the synonym of avoid is، خلي بالك عايز السينونيم اللي هو ايه يا شباب؟ السينونيم المرادف بتاع avoid. avoid يعني ايه الاول؟ معناها يتجنب. جميل، كل اللي جاوب معانا جميل. avoid يتجنب. انا بعتبركم انتوا قدامي دلوقتي وانا عمال بسالكم، عشان كده بحاول ان انا ايه يعني ناخد وندي مع بعض في الكلام. فيا ريت تتجاوبوا معايا على ان احنا في حصه لايف، وان احنا قدامي، انتوا قاعدين قدامي دلوقتي وبتجاوبوا معايا عشان يبقى الموضوع more interesting، اكثر تشويقا يعني. طيب المرادف بتاع avoid، يلا نفكر كده. face ولا start ولا live ولا keep away from؟ جميل، كل اللي جاوب رقم دي إجابة صحيحة. keep away from يعني يبتعد عن. keep away from. avoid يعني يتجنب، معناها keep away from يبتعد عن. طبعا face هنا معناها وجه، اللي هو الوش بتاعنا، أو ممكن تيجي verb بمعنى يواجه، يواجه حد يعني. start يبدأ، live يعيش. This is a beautiful flower. هذه زهرة جميلة. عايز السينونيم من beautiful. سينونيم برضو معناها مرادف. سينونيم من beautiful هو ايه؟ ايوه awesome. سينونيم من كلمة beautiful هو awesome. طب والانتونيم بتاعها او المضاد؟ ugly. ugly هو المضاد منها. One advantage of solar energy is that it's very clean. The antonym of advantage is، خلي بالك هو عايز المضاد لكلمة advantage، المضاد مش المعنى. ايوه تمام، المضاد بتاع advantage هو cons. cons معناها عيوب. تمام، احنا عارفين pros يعني مميزات، وcons يعني عيوب. طيب يبقى المضاد بتاع كلمة advantages يعني مميزات هو cons. cons معناها عيوب أو سلبيات. The space station goes around the earth. go around here means، يلا نفكر يا شباب. أيوة تمام، كل اللي جاوب رقم بي إجابة صحيحة. orbit. go around معناها orbit يعني يدور حول شيء. السؤال الخامس هو عندنا 5 أسئلة وبيناقش الجرامر. عايز برضو درجة السؤال ده لوحدها. أنا عايز نقيس نختبر نفسنا في السؤال اللي هو الخامس ده لوحده، ونشوف جبنا كام إجابة صحيحة من ال5 إجابات. I didn't، نوقف الفيديو زي ما أنا قلت لكم وتحاول تفكر براحتك. I didn't sleep until I space وجايب لي do my homework. جميل، هنجيب هنا past perfect أو ماضي تام، لأن دي قاعدة until. until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام مثبت. ماضي تام يبقى had done، بيتكون من had زائد التصريف الثالث من الفعل اللي عندي اللي هو do done، التصريف الثالث منه done. had done. until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي
وبعدها ماضي تام مثبت. أنا لم أنم حتى انتهيت من واجبي. تمام. If he space taller he would play basketball. طبعا هنا would اختصار لwould يا جماعة. ايوه، يبقى القاعده الشرطيه الثانيه. برافو عليكم، سامع ناس بتجاوب معايا. يبقى على طول هجيب هنا ايه؟ ماضي بسيط. if he. تمام. were. if he were taller. طب ليه استخدمت were يا جماعه؟ لان دي قاعده تخيليه. تخيليه بستخدم were مع كل الضمائر. if he were taller لو كان اطول. والطبيعي ان هو قصير، فبيقول لك لو كان اطول. طبيعي ان هو الانسان مش هيطول فجاه كده مره واحده يقول لنفسه اطول، هيطول. فبالتالي دي قاعدة تخيلية، فبستخدم لها where مع كل الضمائر. طب لو في حد مننا حب يستخدم was مع he مفيش مشاكل، تنفع برضه، بس الأفضل هي where. يبقى if he was taller تنفع، و if he were taller تنفع، بس الأفضل where. We plan وجايب لي space visit our grandma at the weekend. يلا نفكر يا شباب. ايوه، سامع ناس بتقول plan يخطط، من الافعال اللي بيجي بعدها to زائد المصدر، يبقى to visit. طيب هبة told me that she space وجايب لي go to the cinema the next Saturday. خلي بالك من the next Saturday وخلي بالك من told دي عرفتنا ان الجملة ايه؟ كلام منقول. برافو عليكم. يبقى على طول طالما كلام منقول لازم ارجع الكلام لاصله اللي هو الكلام الغير المباشر، برجعه للمباشر بقى. كان هو اصله ايه بقى لما كان كلام مباشر؟ هنا كان اصله ان هي ستذهب للسينما السبت القادم. ستذهب يبقى في المضارع المستمر، لان هنا في arrangements ترتيبات. طالما ترتيبات وميعاد سينما وهتروح يوم السبت يبقى في ترتيبات، بستخدم المضارع المستمر اللي هو am او is او are زائد الفيرب ing. هنا she كانت واخده is going. طب لما جينا حولناها بقى الى كلام مباشر is going بتتحول لايه؟ ايوه ل was going. خلاص فهمناها. يبقى الاول كانت الجمله اصلها is going وحولناها الى was going لانها فيها ترتيبات. ترتيبات ايه؟ الذهاب للسينما في يوم السبت القادم. many crops وجايب لي grow in my village every year. دي جملة passive voice أو مبني للمجهول، لأن الكثير من المحاصيل تزرع. ما ينفعش، لازم أقول إيه؟ تزرع في قريتي كل عام. تزرع يبقى إيه؟ الجملة مضارع ولا ماضي؟ الجملة مضارع عشان في every year. يبقى أنا هجيب مبني للمجهول في المضارع اللي هو بيتكون من إيه؟ من am أو is أو are زائد التصريف الثالث من الفعل اللي عندي. يلا نفكر كده، crops بتاخد am ولا is ولا are تبقى are، والتصريف الثالث من grow هو growing. are growing تزرع. ننتقل إلى آخر سؤال عندنا، هو سؤال الباراجراف. عايز نكتب 110 كلمة biography سيرة ذاتية من 110 كلمة عن a famous Egyptian person. famous Egyptian person يعني شخص مصري مشهور. طبعا عشان أكتب باراجراف كويس لازم أتبع 3-4 حاجات كده. تعالوا نبص الأول على الباراجراف المقترح وهشرح لكم فيه احنا عملنا ايه. أول حاجة بنصحكم بيها هي انك تسيب فراغ في أول سطر. تسيب فراغ كده في أول سطر. في عندي جملتين افتتاحيتين انا حاططهم لكم هنا ينفعوا يتركبوا مع اي باراجراف. تمام. طيب وتاني حاجه ان احنا نحافظ على علامات الترقيم. الاول الجمله يبقى كابيتال واخرها فول ستوب. كل جمله اولها حرف كابيتال واخرها فول ستوب. كمان الجرامر بتاعنا يكون سليم والسبيلنج يكون سليم. وندور على جمل سهله كده وبسيطه نكتبها في الباراجراف بتاعنا. الجمله الافتتاحيه الاولى بتقول، لازم نحفظ الجمل الافتتاحيه دي وممكن نركبها مع اي باراجراف زي ما قلت. First of all اولا I think انا اعتقد this topic ان هذا الموضوع is very important. دي الجمله الافتتاحيه الاولى. الجمله الثانيه in this paragraph في هذا الباراجراف I am going to write انا ساكتب I am going to write ايه بقى؟ اجيب العنوان اللي عندي. انا هكتب ايه؟ biography about a famous Egyptian person. يبقى I am going to write a biography about a famous Egyptian person. طيب نبدأ بقى في الباراجراف. صفية المهندس was called the mother of all broadcasters. صفية المهندس كانت أطلق عليها أم كل الإذاعيين. She was born هي ولدت in 1922 in Cairo. اتولدت في 1922 في القاهرة. Her father والدها was a famous linguist.
كان عالم لغة مشهور. He encouraged صفية، هو شجع صفية to read Arabic books، إن هي تقرأ كتب باللغة العربية and novels وروايات. صفية also studied English literature، صفية أيضا درست الأدب الإنجليزي. literature معناها الأدب. at the university في الجامعة and graduated from the faculty of arts، وتخرجت من كلية الآداب in 1945. In 1947 صفية joined the Egyptian radio، انضمت للراديو أو الإذاعة المصرية. and she was the first female radio، وهي كانت أول إذاعية أنثى presenter، مقدمة للبرامج. she presented، هي قدمت programs for women، هي قدمت برامج للمرأة and for أو للنساء، هنا women جمع، and for children وللأطفال. her most famous program، برنامجها المشهور house wives، ربات البيوت. presented news، وقدمت كمان أخبار. educational advice، ونصائح تعليمية. and drama، وقدمت دراما for the whole Egyptian family، الأسرة المصرية بأكملها. she was very kind، هي كانت طيبة جدا and helpful، ومتعاونة to all radio broadcasters، مع كل الإذاعيين. she retired، هي تقاعدت in 1982. وبكده أحبتي نكون خلصنا امتحاننا. ما تنسوش هسيب لكم أسفل الفيديو رابط تحميل مذكرة الباراجرافات المتوقعة، إن شاء الله اللي حابب يحملها هتلاقوها أسفل الفيديو. وتعالوا مع بعض ندخل على الكويز، لأن عارف إن في ناس مستنياه. today's quiz هو عبارة عن 3 أسئلة تصويب ما بين القوسين. a lot of information جايب لي B presented in yesterday's program. I would like جايب لي is a doctor in the future. scarcely had he finished working what he went out. أتمنى إن شاء الله أن كل أصدقاء القناة يوفقوا في الإجابة عن ال3 أسئلة معا. ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها، وانتظروني في الفيديو القادم بإذن الله، وهيكون امتحان المتوقع رقم 4 من القناة. انتظروني في الفيديو القادم، وحتى حينها أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.